ألف تريليون مليون مليار مبروك لكل الأهلاوية على الصعود لنص نهائي كأس عالم للأندية. احنا هنلاعب ريال مدريد يا جدعان، الجيل بتاعي اللي ما شافش ماتش الأهلي وريال مدريد اللي كان في استاد القاهرة اهو يا عم حلمنا اتحقق. ريال مدريد ضد الأهلي ماتش الأحلام بالنسبة لي والله، هو هيبقى عاطفي أكتر ما هو تنافسي عشان أنا مدريدي بقى وكده. أنا مش عارف أبدأ منين ولا أقول إيه، بس أكيد وشي بيقول كل حاجة. ستوريز الواتس والانستجرام بيقولوا كل حاجة. انا فرحان يا جدعان وجايب لك كوكتيل ومظبط لك الدنيا كده، فانزل اظبطني لايك بقى. الاهلي لتالت مرة على التوالي في نص نهائي كاس عالم للاندية، جون قفشة تاني، قاضية تاني في الدقيقة 90 تاني. نخش بقى في الحلقة ولا نحتفل شوية كمان؟ لا انا بقول نخش في الحلقة، فاظبطني اللايك الجميل بقى واشترك معانا في القناة لو مش مشترك عشان يوصلك كل جديد. فاحلى مسا على احلى حريفة في الدنيا، وخش لي يلا بالانترو عقبال ما اخلص الكوكتيل. مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث في كل جولة، لا يحدث. ازيكم احلى حريفه في الدنيا في حلقه جديده من حلقات حريفه كاس العالم للانديه، ودي تاني حلقه انا اعملها في البطوله. فقهوتك الجميله بقى ولايكك الجميل واشترك معانا في القناه لو مش مشترك وتعالى لي. يا سلام يا سلام والله، احلى حاجه في الدنيا اللي انت بتكون بتشجع الاهلي، ضامن اللي انت كل شويه كده هيجي يديك حقنه سعاده تفرحك. محمد يا مجدي قفشه، بعيد عن ان انا بقالي فتره مش طايقك واظن ده حال كل جمهور الاهلي، بس روح يا جدع ربنا يبارك لك. قفشه بيديك واحده كده بيفكرك بحاجه من ريحه القاضيه. يا جدعان انا هيبقى عندي حلقه في القناه بتقول الاهلي ضد ريال مدريد في ماتش رسمي، يا جدعان يا جدع هو ده الكلام. عندي بس مشكله صغيره مع الناس بتاعت اذاعه الماتش، هو في ايه يا جدعان شغل الكلب الحيران ده؟ لا الحق ده مشغل الماتش، لا الحق ده مشغل، هو في ايه؟ احنا الجماعه بتوع بي ان احنا اسفين، احتكروا الماتشات براحتكم. بس في حاجه مزعلاني كده، ان كريم بنزيما الاصابه بتاعته هتمنعه ان هو يلعب قدام الاهلي. بس على قد ما انا زعلان انا فرحان، اصل كريم بنزيما من اللي لعب قدامه، والنفسيه مش محتاجه كريم بنزيما خالص. بس معلش يا ابو ابراهيم بقى، انت معاك 3 كاس عالم، فمعلش عليا دي المره دي. اديني الولا ماريانو دياز، اعطيني هزم ماريانو. انتوا متخيلين يا جدعان اللي احنا نلعب ريال مدريد في كاس العالم بعد ما لعبنا بايرن ميونخ؟ بس في حاجه عاوز اقولها لك، تعالى ان تاريخ ماتش بايرن ميونخ كان 8/2 2020، تاريخ ماتش ريال مدريد 8/2 2023. شوف الصدف يا جدع. انا بحب الفريق قوي ده يا جدعان، وما اظنش ان انا لو كنت بشجع اي فريق تاني على المستوى المحلي كان هيبقى عندي نفس الفرح والفخر اللي انا فيها دي. والله يا جدعان كان نفسي في الماتش ده من بدري قوي، كان نفسي يحصل وما كنتش متخيل اللي هو يحصل، وفي ماتش رسمي وفي سيمي فاينال كاس عالم. بس تعالى نتكلم جد بقى شويه، بعيد عن اللي احنا فرحانين وكده. ومن واحد مدريدي هقول لك الريال بقاله كذا فتره مش شايف قدامه، فاهدى كده وما تخافش عشان منظومه الدفاع تعبانه، وعندك اصابه زي بنزيما وكارفاخال وميندي حتى هازارد، ففي اصابات كتير. واركز وتعالى كده فاهمك الدنيا. برضه ريال مدريد زيه زيك بينزل يلعب باسمه وتاريخه وبطولاته، وغير كده اصلا زي ما انت بتحب تجيب جون في اخر دقيقه، هو معودنا على حاجه اسمها ريمونتادا زي صباح الخير كده. تعالى بقى نعمل حاجه عبثيه كده زي ما عملنا في ماتش اوكلاند سيتي، واعرفك موسم ريال مدريد ماشي ازاي. الحقيقه ريال مدريد في موسم الانتقالات ما عملش اي حاجه، ما جابش اي لعيب وما عملش اي صفقات، مع انه محتاج لعيبه، بس لا مفيش لعيبه. مدريد في الدوري الاسباني بيجي ورا برشلونه متصدر بفرق 5 نقط عن الصداره. مدريد عمل ايه في الكلاسيكو يا يوسف؟ عرفني برضه. اقول لك يا باشا، لعبنا 2 كلاسيكو الموسم ده، واحد في الدوري كسبناه 3، وواحد في السوبر الاسباني خسرناه 3. طب ايه حال الفرقه؟ طمني. اقول لك انشيلوتي بقاله كذا فتره مريح العواجيز زي مثلا مودريتش، وعندك توني كروس وكده، وبيلعب باللعيبه الشباب. عندك لعيب زي كامافينجا بيلعب باك شمال عشان اصابه مندي، وهو في الاساس اصلا نص ملعب. عندك ناتشو بيلعب باك يمين وهو اصلا مساك، وعندك اصابه بنزيما، ده في اصابات كتير قوي اصلا، وفي هازارد كمان بس مش هنعتبره اصابه عشان هو بيلعبش اصلا. بس زي ما عندك اصابات وعندك غيابات، عندك لعيبه برضه خطوره وهتشكل عليك خطر كبير طول الماتش زي اسينسيو وفينيسيوس ورودريجو، وبالذات فينيسيوس ربنا يكون في عون محمد هاني. عايزك تتخيل معايا تشاوميني ضد ديانج، عايزك تتخيل تون كروس ضد عمرو السولية مثلا. والله يا جدعان ماتش للمزاج. فانا عايزكم تستمتعوا بالماتش يا حريفه ايا كانت النتيجه، هو ماتش للمتعه وللمزاج زي ما قلت لك. ما تنساش تتابعنا على كل حساباتنا في السوشيال ميديا، فيسبوك وتيك توك وانستجرام، بننزل حاجات مختلفه عن اللي بتنزل على اليوتيوب، هنا شورتات وحاجات كده هتعجبك هناك، وريلز على الانستا، فتابعنا. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام عليكم.